في أحد أزقة جزيرة ماديرا البرتغالية ولد حلم لا يعرف الحدود. طفل صغير لم يكن أحد يتخيل أن يصبح فيما بعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. ذلك الطفل كان كريستيانو رونالدو، الذي بدأ حياته بشغف كبير لكرة القدم، متحديا فقر عائلته وصعوبة الظروف، عازما على الوصول إلى القمة. في عمر 12 غادر رونالدو مسقط رأسه إلى لشبونة، حيث انضم إلى أكاديمية سبورتينغ لشبونة، وقد واجه مشقة العيش بعيدا عن أهله، لكنه كان مدفوعا بإصرار استثنائي. سرعان ما ظهرت موهبته، ما جعله محط أنظار نادي مانشستر يونايتد لينتقل إليه عام 2003 في صفقة كانت تعد ضخمة للاعب شاب. في مانشستر يونايتد أظهر رونالدو موهبة غير عادية، وأصبح لاعبا لا يمكن إيقافه بسرعته ومهارته الفائقة. قاد الفريق إلى عدة ألقاب، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ليبدأ بعدها رحلة تألق عالمية حصد فيها أول جائزة من جوائز الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. عام 2009 بدأ رونالدو فصلا جديدا مع ريال مدريد لينتقل إلى النادي الملكي في صفقة قياسية، وهناك تفجرت طاقته الهجومية، فأصبح ماكينة أهداف بلا هوادة. خلال فترته مع ريال مدريد حطم جميع الأرقام القياسية الممكنة، وقاد الفريق إلى 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا. كذلك خلق رونالدو مع ليونيل ميسي تنافسا تاريخيا امتد لسنوات، ورفع مستوى كرة القدم العالمية إلى آفاق جديدة. في 2018 انتقل رونالدو إلى يوفنتوس ساعيا لتحد جديد، وعلى الرغم من كونه في سن متقدمة نسبيا، واصل رونالدو تسجيل الأهداف والتتويج بالألقاب، فاحقق لقب الدوري الإيطالي مرتين، وأثبت أن شغفه للعبة لا يزال كما هو. كما أن إسهاماته مع منتخب بلاده كانت استثنائية، حيث قاد البرتغال إلى الفوز ببطولة أوروبا في عام 2016، محققا إنجازا نادرا في تاريخ بلاده. اليوم بات كريستيانو الهداف التاريخي للأندية والمنتخبات، محطما كل الأرقام الممكنة في عالم كرة القدم. لا يزال رونالدو رمزا للعزيمة والروح القتالية، ولا تزال الجماهير تنتظر منه المزيد في الملعب، لأنه أسطورة حية تكتب تاريخها بقدم لا تعرف التوقف.